نسبة كبيرة سليمة. الضربة الثابتة سعد بقير هو اللي هينفذ هذه المرة، اللاعب رقم 18 صاحب 23 عام اللي كان بديل في مباراة نفط الوسط في الجولة الأولى. أعتقد هتتلعب تسقط تاني داخل منطقة الجزاء، دايما بيكمل فيها شمس الدين الزوادي وبيعمل كرات عرضية برأسيات تتلعب بشكل تكتيكي ذكي. الحقيقة لعبها تكتيكية ذكية فريق نادي الترجي، لكن في الأولى كانت خطيرة. أعتقد قرأت في المرة الثانية خطيرة حلوة، جول 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 يا ولد يا ولد. سرقوا الدفاع في اللقطة الماضية، والكرة الأخيرة العرضية المتقنة والتكملة المثالية هنشوف أمامنا اللي كان مكمل في الكرة الأخيرة. أعتقد اللاعب بدر أنيس يا ولد صنع الهدف اللي جه في مرمى نفط الوسط في اللقاء الأول، وهنا أمامنا يعني ضيع على فكرة كتير أمام نفط الوسط، لكن هنا ما بيضيعش، ما بيهزرش، ما بيرحمش. اللاعب بدر أنيس اللي يسدد رأسية ولا أجمل سرق الدفاع، ويعني تمركز أو خطأ في التمركز من دفاع المريخ رهيب. يتسرق دفاع المريخ وينجح. هنا أمامنا بدر أنيس من عرضية من ماهر بن صغير متقنة الحقيقة على رأس بدر أنيس اللي يسددها في المرمى وينجح في إحراز الهدف الأول. واحدة شيء الأفضلية للترجي، قلنا بيقرب وقلنا بيلعبها زي ما بقول براحة بكل أريحية، بيبنوا الهجمة كيفما يشاءوا لاعبي نادي الترجي بدون ضغط. نقص العددي مؤثر بشكل او باخر. ادي البينيه فيها تسلل، ما فيهاش تسلل، خطيره، انفراد، خلص جول يا ولد. هو نفس اللاعب كل اللي ضيعه في مباراه نفط الوسط النهارده مع كل هجمه بيسجل. بدر انيس صنع هدف وحيد كان امام نفط الوسط لطه ياسين الخنيسي، واليوم بيسجل هدفي اللقاء. النهارده الهدف الثاني ليه في اللقاء وفي البطوله، ويعني بيكافئ. شوف امامنا ولا اجمل شيب باص معمول زي ما الكتاب بيقول، فيها تسلل ما فيهاش تسلل، فيها كلام الحقيقه، فيها كلام. ادي طه الخنيسي ومررها كلهم على خط واحد، كملها وخلصها. طبعا بدر انيس هنا امامنا في لقطه الهدف الثاني حطها حلوه، ولو كان سابها لفخر الدين بن يوسف كان خلصها، قلت هيبقى فيها اكثر خطوره على مرمى فريق نادي المريخ. نشوف استلام الكره الاولى يا ولد. فخر الدين بن يوسف تحرر من المراقبه اللصيقه اللي كانت عليه، ويعني